اللهم صل على محمد وآل محمد. مساء الخير، مساء العافية، مساء الورد على كل من يشاهد ويشوف القناة مالتي ويشوف الفيديو. أقولكم شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية. إخواننا العرب، إخواننا العراقيين، كليتكم خواتي العزيزات، إن شاء الله كلكم متنعمين بالصحة والعافية. ويومكم سعيد، يومكم مبارك إن شاء الله. إن شاء الله تصعد كل قنواتكم، تحققون كل اللي تتمنوه، كل اللي ببالكم. اليوم جبت لكم هذا الفيديو الروتين اللي بالمطبخ. طبعا مثل ما شفتوا بالبداية سويت الصاج، وإن شاء الله هسه تشوفوا بنهاية الفيديو. وسويت بيتزا هم بنهاية الفيديو، انتظروا يعني خلصوا الفيديو يا بنات للنهاية لا تقطعوه. وهسه اسوي برياني يا بنات، تشوفون جدرية صغيرة لأنه إحنا صايرين يعني قليلين من التمن. هيا يا دوب الزهورة وشوية أنا أكلت وياها يعني، وهماتين بقى والله. مقللين من التمن، مقللين من الخبز، يعني ناكل بس كميات كلش كلش قليلة يعني. فهذه أول ما تشوفون راح أحمس الشعرية، قلت أسويه بطريقة سريعة شعرية. وهاي عندي بهارات برياني أنا مشتريتها جاهزة. وش اسمه، عندي علبة مالت الحشوة مالت البرياني، علبة هذه الأقواط المعلبة اللي هي جزر وبازاليا. راح أحمسه زين الشعرية مثل ما شفتوا، خليت لها شوية زيت. وهذا التمن أنا غاسلته ومنقعته، حخليه فوقه وأخليه يفور. من ينشف المي تقريبا يبقى بي كلش كلش قليل مي، أدير القوطية مالت البازاليا والجزر، واخليه له ملح، واخليه نص النار، واخليه يتهدر على نار ناصية. هذا اسرع طريقة لطريقة طبخ التمن البرياني يا بنات، كلش سهلة وسريعة هاي الطريقة. راح اعوفه يتهدر على كيفه. وان انا مسوية دجاج وياه، مثل ما تعرفون دجاجة انا نقعها بالخل والملح، خل الابيض، حتى شكو زفرة بيها كلها تروح. وبعدين اخليها بالجدر على الجهتين تنشف المي مالتها وتحمص. واحط لها مرات اخلي لها مي شويه طبعا وملح، واغطيها اتركها تستوي على البخار. هاي مثل ما تشوفون هاي هنا استوت، بقى بس الوجه مالتها راح ادخله للفرن، اشغل الفرن من الاعلى بس. وراح تحمص وتقسي وتطلع تخبل ولا اروع. يا بنات اني حتى الجلد مال الدجاج والله 3/4 اشيله، لانه بنسبه عاليه من الدهون تعرفون. فبقي بس شوية لأنه مرات أريد أحمصها بالفرن. وإذا الدجاجة بلا جلد، ما بالتحميص بتعطينا اللون الحلو يعني للدجاج. فشنو، أترك شوية جلد يعني، مرات بالأفخاذ، مرات بالصدر أو بالأجنحة. أترك شوية حتى من أخليه بالفرن شوية يتحمص، يعطينا لمعة. حتى يصير فد شي مشهي لمن يعني نخليه على السفرة. هسه ابقوا هاي شوي اللقطات، وهم ارجع لكم ويا البيتزا تروحون. عندي بيتزا بعد وعندي صاج. يلا ولا تنسون اللايك، اتمنى ما نسيتوا اللايك اول ما تدخلون على الفيديو. خلي لايك وطبي شوفي. واذا تقدرين سوي مشاركة على الواتساب، مشاركة على الواتساب، فايبر، ماسنجر، شنو عندك. واكون شاكرة ممنونة لكم، واريد اشوف تعليقاتكم على الفيديو حبيباتي. يلا حترككم ويا اللقطات البقية وارجع لكم. هاي نادا اخلي هي المطحون ورا مستوي، يعطي نكهة كلش طيبة للبرياني. وهاي هنا بعد ما استوى وصار الغداء، شوفوا هاي حصتي يا بنات. هاي طلعت لي شوية تمن وفخذ راح اتغدى. وهاي هنا انا ورا ما حمصت بالفرن، شوفوا شلون اللحم ذايب ذوب. هاي على البخار، على البخار سويته. وهاي هسه البيتزا.
هسه يا بنات نجي على البيتزا. اليوم سويتها بالصوصج. طبعا هاي زهورة عجبها بيتزا بالليل، فأنا قلت خلي أسوي. أنتم تعرفون دائما أحب أسوي الأشياء السريعة على السريع على السريع، يعني ما تاخذ من عندي وقت. هاي عندي طحين باقي شوية، عندي كان بتشيز كلها خليته بلا مقادير يا بنات. خليت له ملح، ملح وخمرة وشكر، وهو لازم يخلون حليب باودر. شفت مخلصة حليب باودر، سويته بلا حليب باودر. قلت يلا خليه أسويه بالموجود عندي. بين ما تختمر العجينة رحت حمست الصوصة، قطعت دوائر، حمسته ويا فلفل أخضر. وهسه جيت على العجينة لقيتها مختمرة مثل ما شفتوها. هسه فردتها بهذه هاي المفردة مالت العجين. هذا يا بنات كلش كلش زينة، أنصحكم تشترون من عندها. يعني أنا قلت لكم أكثر من فيديو توفر عليك الجهد والتعب. يعني أنا فرشتها بإيدي ما مفرشة زينة إلا بهذه. وهسه هاي الصلصة أنا سويتها يا بنات. لأنه أنا كم مرة اشتريت صلصة مال بيتزا من الأسواق أبد مو زينة وذبيتها يعني والله. هاي شنو يسر هاي الصلصة مال بيتزا؟ خليت دبس الرمان وكاتشب وليمون دوزي وملح، كمون، فلفل أسود، وخليتها. وهالمرة شفت عندي الكاتشب لونه فاتح، ما أعرف شلونه هالمرة اشتريته. فشنو سويت له فتحيلة، حيلة غذائية، خليت له ملون غذائي اللون أحمر حتى يعطيه هذا اللون الأحمر الحلو اللي تشوفوه يا بنات. وخليت هاي الصوصج والفلفل الأخضر قلت لكم ورا ما حمستها. وعندي جبن باقي، عندي نص كيس مالت الموزاريلا خليته عليه مثل ما تشوفون. راح أدخله للفرن يا بنات. هذا جبن أخذته الكيس ب2000، يصير مرتين يعني، أو تقدرون تشترون هذا هو كيس ب1000 هو يصير مرة. أنا أخذته هذا كيس ب2000 والله هم كلش طيب. راح أدخلها هسه للفرن، أشغل الفرن من جوا وبعدين أطفيه أشغل من فوق حتى يحمص الجبن ويذوب. وهذا صار الشكل النهائي. وإن شاء الله تسووها تاكلوها مليون عافية يا بنات. لا تتقيدين بالبيتزا يعني إلا تردين دجاج أو إلا لحم أو شغلات. يعني والله شنو الموجود عندك. مرات عندي هذا اللانشوت، حتى لحم القواطي، شنو عندي يعني موجود أخلي وياها. بس أنا طماطة زهورة ما تحب وياها طماطة وبصل، كانت تقدرين تحطين شرايح طماطة شرايح بصل، تصير فيجيتال بالخضار كلش طيبة. ونختم الفيديو بالصاج. هذا هم صاج، طبعا هذا كل الأكل مو كله بيوم واحد، هاي مال عدة أيام. أنا مصورته وخازنته بالاستوديو، وهسه حبيت أرتب لكم إياه كليته في فيديو واحد. هذا الصاج، خبز الصاج عندي أنا همتين صار فترة بالمجمدة. شوفوا يا بنات أنا دا أعاني باللف لأنه إيد تصور وإيد تلف. خليت وياه شنو، عندي صدر دجاج، شنو بقى من الدجاجة لما تغدينا بيها بقى بالليل من عندها صدر. فلسته وخليت وياه فلفل أخضر، وخليت من هذا الجبن، وخليت طرشي عندي هم أنا مسويته. وها هي لفيته وخليته بالطاوة على النار، بالطاوة بدون دهن، بدون دهن. أهم شي بدون دهن. بس انتوا إذا تحبون دهن تحبوها مقسبة هيك ومحمصة خلوا لها دهن. ها ونسيت أقول لكم يا بنات، خليت هذه الصلصة مالت الثوم، مايونيز وثوم. أنصحكم تشتروها كلش كلش طيبة يا بنات والله تخبل. مايونيز وثوم، لا عبالك يطلع بيها يعني طعم ثوم، أبد أبد مبين يعني أعشاب مبين، أو بيها أعشاب وثوم ومايونيز. ولهنا حبيباتي خلص الفيديو مالتي لهذا اليوم. ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله استفاديتوا من النصائح والاشياء اللي قلت لكم اياها. اريد تفاعلكم القوي كلش ويا الفيديو، واقول لكم مع السلامة.